عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده حلوة وسريعة وجميلة تحفة، ويعني كل اللي بيدوقها بتعجبه. خلوكم معانا ويلا بينا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. نبتدي على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنشتغل على طول وهنقول المقادير، وبرضه هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا انا حطيت زيت وحطيت بصل. انا كده هنا ضاعفت الكمية عشان هعمل كمية، وانا هسيب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله نص الكمية دي. كده البصل بتاعنا بعد ما فرمناه هنسيبه يدبل كده، يعني يدبل شوية بس، يعني ما يتحمرش قوي. وبعدين هنحط عليه فلفل رومي مقطعينه مكعبات. البصل بتاعنا كده بعد ما دبل شوية هنحط فلفل رومي، حبيتين فلفل رومي كبار بس. هنسيبهم برضو يدبلوا برضو شوية عشان ما يبقوش بس عشان ما يبقوش يقرقشوا كده، عشان عندي العيال ما بيحبوش الفلفل، لازم انا اسويه. بس كده بعد ما هيدبل هنزود عليه الثوم. هنحط معلقة كبيرة ثوم مفرومة كده، نسيبها تتحمر شوية هنا كده شوية، وبعدين نقلبها يعني بس تحمر شوية كده. أول ما نشم ريحة الثوم طلعت خلاص نبقى نقلبها. بس كده هنقلب مع بعض كله. كده خلاص هنحط الفراخ بتاعتنا. هنا لو عندك انت صدور بتقطعيها، انا كان عندي فيليه برضو قطعته. بس هنقلب بقى ونحط التوابل بتاعتنا. التوابل هتبقى عبارة عن معلقة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة كزبرة برضو، معلقة صغيرة ملح حسب الذوق. وهنحط بابريكا، انا عندي هنا بابريكا مدخنة هحطها، هحط برضو معلقة. لو عندك بابريكا عادية مش مفيش مشاكل يعني تمشي. بس هنقلب التوابل بتاعتنا كده. بعد ما قلبنا التوابل بتاعتنا وخلاص الفراخ يعني شربت ميتها، هنحط معلقة صلصة. بس انا عشان ضعف المقدار هحط معلقتين بس. انتي لو عاملة نصه هتحطي معلقة واحدة بس. وهنقلب وهنسيبها لغاية ما خلاص تشرب ميتها خالص. هي على العموم يعني مفيش مية كتير، شاربة ميتها خلاص. وهنسيبها تبرد وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه في التوست بتاعنا. كده التوست بتاعنا اهو. هندهنه بالمايونيز الاول. نحط في كله
بس نحاول ندهن. لو انت مش حابة يعني تدهني وتحط الخلطة على طول مفيش مشاكل يعني، بس هي المايونيز ده بيديها طعم حلو يعني. بس انا بدهن دول بس هوريكم ازاي، وانا اكمل الباقي بقى، بس عشان ايه ما اطولش الفيديو. بس هنحط الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض كده. هي بصراحة هنديها جبنة، يعني كل ما اديتيها جبنة اكتر بيبقى طعمها حلو. يعني انا عارفة ان في ناس برضو هتقول لي مش عارفة مكلفة ومش عارفة ايه، فيها جبن كتير هيبقى، بس احنا ما بنعملش الحاجات دي كل يوم يعني. ممكن تعمليها في عزومة بتبقى حلوة، مرة كده العيال بيحبوا الحاجات دي، بس احنا الحاجات دي ما بنعملهاش كل يوم يعني، عشان بتبقى يعني مكلفة. وبرضو لما يبقى في عندك حاجات يعني، مرة هيكون عندك مايونيز، يكون عندك يعني حاجات جبن. هنا أنا عندي جبنة شيدر مبشورة هنحطها برضو، ولو عندك الجبنة اللي هي الشرايح تكون أفضل يعني، تحطيها برضو تبقى أفضل. أنا برضو استعملت الحاجات اللي عندي، برضو أنا دي كانت عندي، ما اشتريتش الجبنة. الجبنة دي احنا بنجيبها على طول عشان البيتزا، عشان المعجنات، الحاجات دي، المكرونة بالبشاميل، كوسة بالبشاميل، أي حاجة يعني بتبقى الجبن دي في البيت على طول يعني. بس كل ما تديها جبن حلوة يبقى طعمها أحلى. وهنحط برضو جبنة رومي، لأن انت عارفين الجبنة الرومي بصراحة بتدي طعم الحلو. غير الجبنة موزاريلا والجبنة الشيدر، هي بصراحة أنا بحب في الحشوات كده الجبنة الرومي بيبقى طعمها حلو. طب الراجل مقطعها مش عريضة، رفيعة، بس مش مشكلة، احنا هنحطها كده بس كده. انا بس عشان ايه ما نطولش الفيديو، وهنروح حاطين بقى التوست من فوق عليها. نجيب التوست اللي هنحطه من فوق، هندهنه برضو مايونيز. عشان ايه بندهن مايونيز؟ عشان ما يبقاش ايه، يبقاش ناشف، يبقى تحسيش بيها يعني ناشفة كده. بس كده نحطها كده، نحاول ايه نضغط عليها شوية كده، بس نحط الدنيا. بس كده، بس عشان ايه ما اطولش عليكم، انا هعمل كله كده وهرجع نشوف بقى هندهن ايه من فوق، وهنحط ايه من فوق التوست. ومن فوق هنحط جبنة كريمي كده، اي نوع عندك يعني تحطيه. انا عندي هنا بريزيدون شيدر، لو عندك اللي هي البريزيدون قشطة، او عندك كيري اللي هي بتبقى كيري في العلب، ممكن تحطيها. هنحطها ايه من فوق كده،
هندهنها من فوق بقى. عشان كده انا بقول لك يعني مادام انت كلفتي حطي بقى، حطي وعشان يديكي نتيجة حلوة ويبقى طعمها حلو. بس هندهن من فوق كده وندهن ونحط بقى الجبنة موزاريلا من فوق بقى. جبنة بس كده. بس هحط كله كده واحط جبنة موزاريلا ونرجع نشوف شكلها هيبقى ايه. بعد ما حطينا الجبنة الكريمي وحطينا جبنة موزاريلا هنحطها دلوقتي، هندخلها الفرن. يعني يا دوب تتحمر شوية، يعني كل حاجة يعني مستوية، يا دوب يتحمر شوية، وممكن تشغلي الشواية بس تتحمر شوية من فوق تسيح الجبنة وخلاص، ونطلعها ونشوف الشكل النهائي بتاعها. كده وصلنا معاكم لنهاية الطبق بتاعنا، يا رب بس يكون عجبكم وطبعا لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والتعليقات الحلوة بتاعتكم. وكانت حلوة، بص شكلها بيبقى ايه من هنا، بص مع الجبنة من جوه بتبقى حلوة كده. والمذاق بتاعها يعني ما اقولكوش رائع، يعني رائع رائع جدا. ويا رب بس يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.